يجب عليك كعربي أن ترفع القبعة لهذا المنتخب العظيم. منتخب المغرب قدم بطولة استثنائية وبطولة تاريخية، لم يسبق لمنتخب أفريقي وعربي الوصول لنصف نهائي كأس العالم والحصول على المركز الرابع كأفضل رابع منتخب في كأس العالم. ومش بس كده، لا ده قفز في الترتيب والتصنيف من ال 22 إلى ال 11. كنا نتمنى ان هو يبقى تصنيفه احسن من كده بحصوله على البرونزية، ولكن كل ده هحكوا لكم في التفاصيل. يلا يا هبيدا نخش في التفاصيل، بس قبل ما نخش في التفاصيل اكتبوا لنا في التعليقات توقعكم ايه لنهائي كأس العالم بين كيليان مبابي وليو ميسي. يلا يا هبيدا نخش في التفاصيل. حيث أصبح المنتخب المغربي في التصنيف هو ال11، حيث لم يحصل عليها منتخب عربي من قبل إلا منتخب الفراعنة منتخب مصر، عندما حصل في 2010 على التصنيف التاسع. التعادل وأصبح كل من أشرف حكيمي وحكيم زياش والحارس السعودي الجبار محمد الدعيدي كأكثر اللاعبين خوضا المباريات في كأس العالم، حيث تواجه منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا مرتين قبل نصف نهائي كأس العالم. المرة الأولى فاز كرواتيا على المغرب بركلات ترجيح، والمرة الثانية اتعادل المغرب مع كرواتيا 0-0 في دور المجموعات، وكان التعادل ده في كأس العالم قطر الحالي، اتعادلوا 0-0 في دور المجموعات وصعد المنتخب المغربي كأول والمنتخب الكرواتي كثاني. بدت المباراة بإثارة وتشويق ما بين منتخب المغرب وبين منتخب كرواتيا، وكانت الإثارة دي عن طريق فاول يدرس، فاول ولا أروع من منتخب كرواتيا لينتهي بهدف لجوفارديول وتصبح النتيجة 1-0 لمنتخب كرواتيا. والهدف ده أغضب منتخب المغرب، وكان الرد سريعا بعدها بدقيقتين بالظبط. كانت فاول عن طريق حكيم زياش نفذها، أخطأ فيها المدافع الكرواتي لتأتي الكرة إلى أشرف داري ويسجل هدف التعادل، ليصبح أول لاعب أفريقي يسجل في منتخب كرواتيا في كأس العالم. وبعد ما سجلنا التعادل وأصبحت النتيجة 1-1، للأسف المنتخب المغربي ارتكب خطأ، وهو سيبنا الاستحواذ والسيطرة لكرواتيا، وده كان أكبر خطأ. لأن كرواتيا بتمتلك أفضل خط وسط جبار وخط وسط ناري، يمتلك من لوكا مودريتش وكوفازيتش وبيريزيتش، وان انت لما بتسيب لهم السيطره والاستحواذ اكيد هيسببوا عليك خطوره. والخطوره دي اتت عن طريق لوكا مودريتش عندما اخطا المدافع يحيى عطية الله في اخراج الكره، اتت للوكا مودريتش وبعدها صوب لوكا مودريتش تصويبه رائعه، ولكن العملاق ياسين بونو يتصدى لها. لما تسيب بقى الاستحواذ لمنتخب كرواتيا اكيد هيبختك مع الهفوات الدفاعيه المتكرره في منتخب المغرب. دخل الشوط الثاني وليد الركراكي عينه ان هو على الاستحواذ والقرب من منطقه الجزاء بتاعه منتخب كرواتيا للتسجيل الهدف الثاني ليصبح النتيجه 2-2، ولكن جاءت الاستحواذ وجاءت الفرص، ولكن الحارس العملاق الكرواتي يتصدى لكرة خطيرة جدا من النصيري ليمنعه من تسجيل التعادل. كاد كوفازيتش أن ينهي على آمال المغرب مبكرا، ولكن اللاعب اتعامل مع الكرة برعونة وأخرج الكرة خارج الملعب، ليأتي بعدها بدقائق وتصبح النتيجة 95 وفاضل دقيقة واحدة على انتهاء مباراة المغرب وكرواتيا. تأتي عرضية من يحيى عطية الله خرافية، ويأتي النصيري بعاداته وارتقاءاته العالية جدا ويضرب الكرة بالرأس، ولكن الكرة تخرج فوق العارضة بسنتيمترات لتنتهي المباراة للأسف بفوز منتخب كرواتيا على المنتخب المغربي، ويحصل المنتخب الكرواتي بقيادة الأمير لوكا مودريتش على المركز الثالث على برونزية كأس العالم، ويختتم مشواره لوكا مودريتش ببرونزية كأس العالم. انتهاء ولا أروع للساحر لوكا مودريتش. كنت أتمنى أن المغرب تحصل على المركز الثالث، بس هو عملوا أداء وعملوا بطولة خرافية وفخورين جدا بالحصول على المركز الرابع.